يعطيكم العافية. صار لي 3 أيام عم شوف ناس منهارة كيف المطاعم مفولة والسهرات مفولة والبحور مفولة وعلى أساس بلد منهار وعلى أساس الشعب ميت من الجوع ولا أخبار. هلا بس بدي أذكركم بمرحلتين قاطعين على لبنان قبل. بفترة فتنا بحرب أهلية وفتنا بحرب مع الفلسطيني ومع السوري، ورايح عشرات آلاف الشهداء بلبنان وعشرات آلاف البيوت تدمرت بلبنان واخترب البلد. عم نحكي على عشرات سنين حرب ما وقفت ولا نهار. خلصت الحرب سنة 91، 3 سنين يعني سنة 94 95 قب البلد. المطاعم فولت، نايت لايف رجعت، نايتات كلها رجعت فولت، عجقت شوارع، عجب الشارع، العمار كله رجع اب ما كأنه في شيء. رجعنا بعد ما استشهد رفيق الحريري كمان مظاهرات وثورة واخبار وخربت الدنيا وبلشوا الاغتيالات. كمان وقف البلد 2 سنين، رجع من بعدها رجع اب الاول ما الاخر. كمان الليل والمطاعم والسهر والاخبار رجع كله اب. المغزى من الحديث انه بلد غريب عجيب وشعب غريب عجيب. كيف لا بيرجع بقبل بيمشي ما كأنه في شيء. بنرجع بنمشي هيك بننفض غبرة هنا بنرجع بنكفي. صح غلط هذا شيء تاني، بس رجع البلد اب ما في شيء. وهلا رجع صار ذات الشيء. ما فهمت ليه بدكم تزعلوا؟ ليه حزنانين لانه عم بيرجع البلد يمشي؟ ما اذا هالمطاعم فولت والنايتات فولت والدنيا كلها فولت، ما هيدي بتقوي العجله الاقتصاديه، بتخلق فرص عمل للناس اللي هيدي ببيتها اللي منا عم تشتغل، بصير فيها ترجع تشتغل، ترجع بتقلب المصاري من هالعالم. ثانيا ما في هلا وصل على لبنان 800,000 شخص بين مغترب ونازح، بين مغترب وسايح. ما هو لحالهم بيقلبوا البلد فوقاني تحتاني. اذا 10% منهم يعني عم نحكي 80,000 بفولوا مطاعم ونايتات لبنان من الشمال لجنوب 80,000. بس انا ما عم بقول انه هن بس عم بيسهروا، لا ابدا، يمكن نص بالسهرات والمطاعم، يمكن حتى اكثر من نص من المقيمين بلبنان. بس وين المشكله؟ في طبقات، في غني، في طبقه وسطى، في طبقه فقيره، في ناس ما معها تسهر، في ناس قادره تسهر. وفي شغله مهمه كثير انه انتم بتعرفوا لبناني بيكون معه $100 بيروح بيحرقها بالليل بالسهره، بيشتغل كل الشهر، بيروح اخر الشهر بيفرم مصرياته بالسهره. يعني هي معروفه عن اللبناني، ما عنده شيء بيروح ما في شيء برده. بتلاقيه سهران بتقول هذا نايم على $1,000,000، هو معه هال $100 عم بيحرقها بهيدي الليله. ما نحن صرنا نعرف بعضنا كلنا. يعني بيتدين تيتزين لبناني. بس انا لحديت هلا ما عم بفهم وين المشكله. يتدين ويتزين وينبسط، شو عم بياخذ مصاري منكم؟ اذا انتم عم بتحولوا لواحد مصاري من برا او هون عم بتدينوه مصاري عم بيروح يصرف فيها لكم عليه. بس بقوة لبنانيه خيي هو هالقد هيك بده يروح يقبض ويروح يحرقهم بالليله. شو بدكم فيه؟ لازم نقعد على جنب الطريق ونموت من الجوع ونبكي وننعي يعني؟ الحمد لله عم بيرجع يمشي البلد. وتالي واهم شغله بالاحرى انه صحيح في ناس عم تسهر، بس في بعد شعب فقير. مش يعني لبنان ما في ازمه، مش يعني ما في شعب محروق دينه، مش يعني ما في ناس عم تنطر تروح تصرف مصرياتها اخر الشهر من البنك على 15,000 طرجنه عمره. لا مش يعني هي ما خاصه بها. قد ايه حجمهم هول عم بيسهروا؟ قد ايه حجمهم هول على الطرقات؟ 100 200 نص مليون شخص. نحن بلبنان 5 مليون. في شعب بعده فقير، في شعب اكلها بالسرمايه، وفي شعب برتاح، في شعب بتنفس، في شعب حتى هو فقير بيرجع بالكم بيروح بيسهر بمصرياته. بس انتوا ليه زعلانين؟ ليه فقسي معكم؟ والله ما عم بفهم. ان شاء الله كل المطاعم تفول، وان شاء الله كل النايتات تفول، وان شاء الله العجقه تضل من الصبح للعشيه من الاثنين للسبت. بس انا ما هلق فيها. بس انه انبسطوا، قولوا كتر خير الله، وان شاء الله البلد كله يعني بلد غريب عجيب. لا رئيس جمهوريه، وهلا اخر الشهر فال رياض صرامي حاكم مصر في لبنان، وحكومه مستقيله وعمله منهاره وربكم عليه، وماشي البلد كتر خير الله. انبسطوا. بدكم ننهار موت من الجوع يعني؟